جلس سويا والليالي مقمرا، يتغازلان ويأكلان مجدرا. قال الحبيب ممازحا: يا زوجتي إني أراك فقيهة متنورا. إن العنوسة في البلاد كثيرة وكبيرة وخطيرة ومدمرا، ولقد وجدت اليوم حلا رائعا، لو تسمحين حبيبتي أن أذكرا. قالت: تفضل يا حياتي، إنني ممنونة لمشورتي ومقدرا، فأنا لمشكلة العنوسة عندنا محزونة وكئيبة ومكدرا. قال الحبيب: يا ربيع العمر، ما هذا كلام حكيمة ما أكبرا. لو أن كل رجالنا قد عددوا، لم يبق من جنس النساء معمرا. فإذا قبلت بأن أكون ضحية، ونكون للأجيال شمسا نيرا، فلئن رضيت فإن أجرك طيب، فجزاء من ترضى بذاك المغفرا. ضحكت وقالت: يا رفيقي إنه رأي جميل، كيف لي أن أنكرا. عندي عروس لقطة ترجو لها رجلا ليسترها الحياة وتسترا. فإذا قبلت بها سأخطبها غدا قبل الفوات، فإنني متأخرا. هي لا تريد من النقود مقدما، للمهر أيضا لا تريد مؤخرا. فتنهد الزوج المغفل قائلا: هذه الصفات الرائعات الخيرات. قالت: ولكن العروس قعيدة سوداء عمشاء العيون مختيرا، وضعيفة في السمع درداء لها طقم من الأسنان مثل المسطرة. والشعر يا زوجي العزيز منشر مثل الخريس، فلا تسل ما أنشرا. والأنف قال مقاطعا: ويلي كفى، هذه عروس زوجتي أم مقبرا. فتخاصم الزوجان حتى قبعت ما بينهم نار الحروب مسعرا. واستيقظ الجيران ليلا هزهم صوت الصراخ كأنه متفجرا، ورأوا أثاثا قد تطايرا في السماء، صحنا ومقلاة كذلك طنجرا، كأسا وإبريقا ومكنسة كذا. سمعوا استغاثة صارخ متجبرا. ذهب الزعيم إلى الدوام صبيحة، لكأنه بطال المعارك عنترا. ما فيه إلا فشخة في رأسه، يده إلى الكتف اليمين مجبرا، وبعينه اليسرى ملامح كدمة كحلية، وكذا الخدود مهبرا. وبه رضوض في مفاصل جسمه،
لكأنما مرت عليه مجزرا ومضى يقص على الرفاق بأنه قد حطم الوحش المخيف وكسرا ضحكوا وقد علموا حقيقة أمره تبا لقد جعل الرجولة مسخرا عاد الخروف لزوجه مستسلما ومعاهدا ألا يعيد الثرثرا قالت لعلك قد رأيت بأنني لخلاف آراء الحياة مقدرا لكن لئن كررت رأيك مرة فلأجعلن حياة أهلك مرمرا